كان في زمان في الحي الشعبي اللي بعيد عن وسط البلد بيت قديم مهدم تقريبا. كل الناس في الحي كانوا يعرفوه، وكلهم كانوا يسمعوا عنه حكايات مرعبة، بس مفيش حد كان يقدر يثبت الكلام ده. البيت كان مهجور من سنين، ناس كتير حاولوا يسكنوه، بس مفيش حد استمر فيه أكتر من أسبوع. في يوم من الأيام جت عائلة جديدة للحي. كان عندهم ولد اسمه عادل، وكان شاب في العشرينات، شاب جريء مش خايف من حاجة. عادل كان بيدور على شقة علشان يسكن فيها هو وعيلته، ولما شاف البيت ده فكر إنه يكون فرصة كويسة ليهم. رغم التحذيرات الكتير اللي سمعها من الجيران عن البيت، قرروا أخيرا ينقلوا فيه. في البداية كان كل شيء طبيعي، عادل وأهله كانوا بيعدلوا في البيت، يشيلوا الأثاث القديم ويرتبوا المكان. لكن مع مرور الأيام بدأت تحصل حاجات غريبة. في يوم من الأيام لما كان عادل بيشتغل في الحديقة، بدأ يسمع أصوات خطوات جاية من جوه البيت. كان في الوقت ده مش لوحده، كان معاه أخوه الصغير سامح، واللي كان دايما خايف من كل حاجة. سامح كان بيروح من وقت للتاني غرفته، لكن الأصوات دي خلت عادل يحس بحاجة غريبة. في ليلة وهو قاعد في الصالون فجأة اتقطعت الكهرباء. كانت العتمة شديدة، وحس عادل بشيء غريب في الجو. قام رايح يجيب كشاف علشان يشوف المكان، لكن أول ما شغله شاف حاجة متحركة قدامه. كانت ظلال لناس مش واضحة، لكنها كانت زي الأطياف. عادل افتكر إن ده مجرد تخيلات، بس مع مرور الوقت بدأ يحس إن الظلال دي مش مجرد خيال. وبعدين بدأ يشوف حاجات تانية. مثلا في يوم وهو نازل من السلم لقى الباب اللي على يمينه مقفول، لكن لما قرب الباب كان مفتوح. حاول يرجع ويغلقه، لكن الباب رجع واتقفل لوحده بشكل مفاجئ، وكأن حد وراه. الأصوات بقت أكتر، ومش بس كده، عادل بدأ يشوف حاجات غريبة في كل مكان. مرات كان يحس بشيء يلمسه من ورا، لكن لما يلتفت ما يلاقيش حاجة. في يوم بعد ما خرج سامح للعب بره، بيدخل هناك. عارفين يعني إيه محدش بيدخل؟ ده بيت مسكون، واللي دخلوا منه ما رجعوش تاني. عادل كان متأكد إن الجار بيبالغ، لكن عينيه كانت مليانة خوف وهو بيكمل. اللي دخل البيت ده مش بس اختفى، لأ، ده حصل حاجات غريبة مع الناس اللي حاولوا يسكنوه. الناس بتسمع أصوات وكأن في حد بيمشي في البيت، ولما تفتح باب أي غرفة تلاقي نفسك في مكان غريب، مش عارف تطلع ولا تشوف الضوء تاني. في اليوم ده قرر عادل يواجه كل شيء بنفسه. في المساء أخد معاه كاميرا وأربعة من أصحابه علشان يسجلوا أي حاجة تحصل. دخلوا البيت وسط الظلام وبدأوا يمشوا في أروقته المظلمة. كانوا بيحاولوا يتجاوزوا الحواجز القديمة والباب اللي كان مش قادرين يقفلوه، وبدأت أصوات غير مفسرة تظهر. فجأة وبعد ما دخلوا غرفة النوم، الكاميرا اللي في يد عادل وقفت فجأة. مفيش أي تفسير ليه، الكاميرا كانت تمام قبل ما يدخلوا الغرفة. كان في صوت خفيف بيجي من كل ناحية وبيزيد، لحد ما بدأوا يسمعوا صوت عالي جدا زي الزئير. أصحاب عادل بقوا مرعوبين، وواحد منهم ساب الكاميرا وركض ناحية الباب. كان كل شيء بيتحرك بسرعة، وزي ما كانوا بيجروا جابوا عادل وحاولوا يسحبوه، لكن ما كانش قادر يتحرك. فجأة اختفى عادل، محدش عرف يلاقيه تاني، ولا عرفوا يلاقوا أثار ليه في البيت. أصحابه خرجوا برا البيت وما بقوش قادرين يشرحوا بالظبط اللي حصل. الشرطة جت، لكن ما لقيتش أي أثر ليه. البيت فضل كما هو، والناس كلها بيقولوا إنه بيت ملعون، وفي الحي لحد النهاردة محدش بيقرب منه. لو كنت في الشارع اللي جنب البيت ده مش هتسمع غير الهمسات عن البيت اللي محد رجع منه.